السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم حبايبي في قناتي مطبخ إيمان. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة التلبينة النبوية الصحيحة لعلاج الاكتئاب والقولون العصبي وعلاج التوتر، وهي مفيدة جدا لعلاج الشعر والبشرة. يعني لو قعدنا نتكلم عن الفوائد بتاعتها ففوائدها ما بتنتهيش. فيلا بينا نصلي على الرسول ونشوف الطريقة بتاعتنا بقى على طول. وده شكل العبوة اللي فيها التلبينة اللي احنا هنعملها مع بعض. التلبينة دي بتيجي من عند العطار، بتيجي جاهزة كده. العلبة بيبقى جواها كيس، الكيس ده فيه الدقيق بتاع التلبينة اللي احنا هنستخدمها. دي بتبقى عبارة عن شعير بالنخالة بتاعته، بتيجي كده جاهزة على الاستخدام على طول. الكيس دوت يكفي انه يعمل معاكي حوالي 12 طبق، تمام كده. وكمان سعره يعتبر يعني في متناول الايد. هو الكيس ده سعره 23 جنيه. ودلوقتي هاخد معيار كده من دقيق الشعير، هملى الكوبايه دي كده ملوها دقيق، وهجيب حله صغيره كده عشان اعمل فيها التلبينه، ومعانا كمان كوبايه من الميه. هنزل بكوبايه الميه كده في الحله، وبعد كده هضيف عليها كوبايه الدقيق. بصوا بقى كده يا امارات، لما تيجي تعملي التلبينه في اي وقت ما تاخديش عيار كوبايه واحده من الدقيق، تاخدي نص كوبايه. يعني المقادير اللي انا عاملاها دي هتمشي زي ما انا عامله كده بالظبط، بس معيار الدقيق هو اللي هيختلف. بدل كوبايه هيبقى نص كوبايه، هيديكي قوام مظبوط جدا. انا هنا كنت عامله بس كوبايه عشان كنت عايزاها القوام بتاعها يبقى سميك شويه، تمام كده. ضفت الميه وبعدين ضفت عليها كوبايه الدقيق وقلبتهم كده، دمجتهم مع بعض. وبعد كده هرفعها على النار، والنار تكون هاديه، ومع التقليب المستمر هتبص تلاقي القوام بيتقل معاكي. في الوقت ده هنضيف عليها كوبايه كبيره من الحليب بنفس الكوبايه اللي احنا اضفنا بيها الميه، ومع التقليب المستمر لمده 10 دقايق بحيث تكون التلبينه استوت معاكي، ولما تيجي تاكليها ما تحسيش بطعم الدقيق. ويا ريت حبايبنا الحلوين اللي لسه مكملين معانا لحد دلوقتي ما ينسوش يدعمونا باللايك، ولو كنتوا بتشوفونا لاول مره اتمنى تنورونا بالاشتراك. وفي الوقت ده انت ممكن تضيفي عسل نحل، وهو طبعا من السنه ان هو كان منضاف عليها عسل نحل، بس طبعا لو مش متوفر عندك ممكن تضيفي سكر، ولو انت عندك تمر ممكن تحطي مكانه. يعني ممكن التحليه دي رغبات على حسب ما انت حابه. بس انا بالنسبه لي هضيف التحليه بتاعتها بعد ما اخلصها خالص على الوش كده، هضيف التحليه بتاعتها اللي هو العسل. لكن انت ممكن اثناء ما هي بتستوي تضيفي لها العسل او السكر او التمر، يعني اللي انت ترغبي فيه ان انت تحلي بيه تضيفيه دلوقتي. وارد يا حبايبي اثناء ما انت بتحطي الحليب كده وبتقلبي ممكن يظهر معاكي بعض التكتلات، مع التقليب المستمر هتبص تلاقيها بتدوب وبتروح معاكي. ودلوقتي بعد التلبينه ما استوت هنفرغها في الاطباق، وبعد ما بنفرغها في الاطباق بتضيفي اي نوع مكسرات موجود عندك، ولو عايزه تسيبيها كده من غير مكسرات مفيش اي مشكله، بس المكسرات بتعلي من قيمتها الغذائيه. طبعا انا ما حطيتلاش اي تحليه، فاضفت على وشها كده شويه من العسل. وممكن كمان تضيفي سكر بودر، يعني انا هنا عندي طبق ضفت عليه عسل بس، والطبق التاني ضفت عليه عسل وسكر بودر. يعني التحليه دي بتبقى رغبات على حسب كل واحد ما بيحب. وعلى فكرة حبايبي ممكن تشتروا الشعير من عند العطار وتطحنوه في البيت وتعملوه انتوا بنفسكم، وبإذن الله هبقى اعمله معاكم في فيديو تاني عشان خاطر اللي حابب برضو يشوفه ويعمله هو بنفسه في البيت.